السلام عليكم خوتي خواتاتي، يا اهلا وسهلا بكم. انا بغيت عاد نعرف هو شنو واقع ما بين الجزائر وبريطانيا. ياك لاباس؟ انا والله لا فرحت، قلت واقيلا الجزائر فاتتنا، ما بقاش تابعانا وما بقاش مقوسه علينا، الامور واقيلا ولات بخير وعلى خير. مزيان. ياك لاباس اودي؟ متى سمعت شي هضره ما هضره الجزائر وبريطانيا؟ ياك لاباس؟ ويلي داك النهار غير واحد شويه، واحد المسألة دوزناها بشغيمات الماء. التلفزيون ديال الجزائر قال لك اسيدي الخارجيه البريطانيه كتحذر المواطنين ديالها باش ما يمشيوش، راه كاين الارهاب، راه كاين كذا، راه كاين كذا. انا والله ما عرفت صراحه، ولكن اخواني اخواتي، يعني باش تكون المصداقيه ديالنا في الحديث غنخليو الاخ والصديق الشوقي يزيد يعرفنا على هاد المهزله اللي طاريه عند الجزائر. وما عرفنا الجزائر مالها. المغرب ها هو غادي خدام على راساتو وما كيلتفتش، ولكن حنايا ما عرفتش شنو تابعنا. يا ربي تحفظنا يا مولانا. بريطانيا والجزائر، وبريطانيا والتلفزيون العمومي الجزائري. أريدكم أن تركزوا وتخرجوا حتى الكناشات تاعكم اللي تسجلوا فيها الحماقة تاع النظام الجزائري. منذ ليس أقل من 24 ساعة، منذ أقل من 12 ساعة، أقول جيدا 12 ساعة، اسمعوا ماذا كان يقول التلفزيون العمومي الجزائري على بريطانيا وعلاقتها مع المغرب. اسمعوا جيدا رجاء. هذا وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا لمواطنيها من السفر إلى المغرب بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية التي قد تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان أمان السفر إلى المغرب في الوقت الراهن بسبب التوترات الأمنية المتزايدة واحتمالية وقوع هجمات إرهابية تستهدف مصالح المملكة المتحدة ورعاياها. ونبهت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها المسافرين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد في كل الأوقات أثناء تواجدهم بالمغرب. أنا هذه سميتها سخرية القدر. صدقوني بأن الناس اللي راكم متعودين وتركزوا جيدا فيما أقول، دايما نقول لكم أنه ساعات قبل ما تحدث مثل هذه الأمور، مثلا اعترافات بمغربية الصحراء أو أزمات النظام الجزائري، دايما هناك شيء ما يتجاوز قضية أنه هذه علاقات دولية، أنه لا مجال للصدف، أنه تقريبا قلت لكم سخرية القدر أو العدالة الإلهية موجودة في هذه القضية. هذا أقل من 12 ساعة. اليوم في النشرة الإخبارية الأولى اللي يستفتح بها التلفزيون الجزائري بطبيعة الحال، كان هذا هو الموضوع: بريطانيا تحذر رعاياها من السفر. حتى بلاتي الأخ شوقي، بلاتي نوريوها لهم مباشرة باش يعرفوها ويعرفوا التلفزيون الجزائري شنو كيقول، باش الأمور تكون واضحة باش يعرفوا كما قلت أنت سخرية القدر، وبأن هذه الأرض المغربية راه أرض الأولياء الصالحين، وأرض الشرفاء، وأرض أهل البيت، راه ما جاتش غير صدفة. هنا القدر سبحان الله. الجزائر ولات مسخرة للعالم، ما عرفتش انا هذا التصرف. لو كان على هذه الامور ديال المحيط الاطلسي وكذا وداك الشيء، راه حنا هضرنا في هذا الموضوع. خلونا نعيشوا مع التلفزيون الجزائري.
هذا وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا جديدا لمواطنيها من السفر إلى المغرب بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية التي قد تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان أمان السفر إلى المغرب في الوقت الراهن بسبب التوترات الأمنية المتزايدة واحتمالية وقوع هجمات إرهابية تستهدف مصالح المملكة المتحدة ورعاياها. أيا وزين زينينو أيا وتفنينينو أحمامينو تفنينينينو أيا وزينينو أيا ومامينو كحلو كحلوينو كحلو كحلوينو أيا وزينينو أيا وزينينو أحمامينو كحلو 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 أيا أيا ومامينو هيا وزينينو تفنينينينو أيا وزينينو أيا وزينينو أحمامينو كحلو 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 إينو أيا وزينينو ثمن ورينو كحلو كحلوينو أيا وزينينو أيا وكحلوينو أحمامينو كحلو 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 أحمامينو أيا وتفنينينو تفنينينينو تفنينين تفنينين أيا وزينينو مزريغ دي فرطاجة أيا ومامينو كحلو 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 أحمامينو أيا وزينينو ثمن تنورينو أحمامينو أيا وزينينو أيا وتفنينين هيا مامينو المغرب بسبب التهديدات الأمنية وكذا. يعني الأمر يكاد يعني يكون، على بالي قلت لكم أنا ليس لي مصطلح آخر، نخلي لكم المجال لإيجاد مصطلحات أخرى من غير سخرية القدر. في إطار هذا أيضا تعرفوا رانا في نفس الموضوع، لازمنا نبسطوا فقط القضية هذه تاع بريطانيا. تعرفوا بأن النظام الجزائري في إطار الأزمة هذه الجديدة مع فرنسا منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، راح نرجعوا للموضوع. النظام الجزائري كان يحكي لنا أسطوانة، خرج لنا أسطوانة هي تعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية. ومع من النظام الجزائري كان يريد أنه